اهلا بيكم في حلقة جديدة وحلقة تجهيزات كاس العالم وكريستيانو رونالدو وحواراته مع مانشستر يونايتد وفوز صلاح بجائزة الجلوب سكر. نتكلم عن اهم حاجة وهي كاس العالم وتجهيزات قطر لكاس العالم وحوارات كريستيانو مع مانشستر يونايتد وتين هاج وصلاح اللي يفوز بجائزة الجلوب سكر. فقبل ما نبتدي متنساش تعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. نبتدي محمد صلاح. ومحمد صلاح اللي حقيقة مبسوط انه قدر انه كسب الجائزة دي. ممكن ما تبقاش جائزة مهمة، لكن الفكرة انه هو الراجل مجهوده ما راحش على الارض. الراجل يا عيني السنة اللي فاتت وصل لنهائي كل البطولات اللي لعب فيها، يعني مع ليفربول نهائي الدوري فضل عليه لغاية اخر جولة، دوري الابطال وصل للنهائي، كاراباو كاب وصل للنهائي، الاف اي كاب وصل للنهائي، الكوميونتي شيلد وصل للنهائي وكسبه، كاس افريقيا وصل للنهائي، كاس العالم وصل يعني اخر حاجه. صلاح السنه اللي فاتت وصل لنهائي كل حاجه ممكن ينافس عليها. خسر الدوري، خسر دوري الابطال، اخذ الكاراباو والاف اي كاب، وخسر طبعا مع المنتخب اللي جاب له المراره وجاب لنا احنا كمان المراره. ففرحت انه قدر يكسب الجائزه دي. صلاح السنه اللي فاتت كان مجهود واداء فردي كبير جدا وعالي جدا، كان يستحق انه يتكرم او يحس ان مجهوده ده ما راحش على الارض. ممكن تكون جائزه عبيطه، لكن معنويا هتفرق مع صلاح في الفتره الجايه. فكره ان هو لا انا حلو، لا انا وصلت لابعد حته ممكن اوصل لها، انا عملت اداء عالي جدا، فالجائزه هتفرق معاه. واتمنى ان طبعا يجي يوم من الايام محمد صلاح يرفع البالون دور عشان يبقى اول لاعب عربي يفوز بالبالون دور وتاني لاعب افريقي بعد جورج ويا. ونتكلم عن منتخب مصر، واكيد هنشيل من بلجيكا، لكن طبعا توقعاتنا وتوقعات المصريين كلها كانت غلط، وهو ان منتخب مصر يخسر المباراة، لكن حصل العكس تماما. ومنتخب مصر كسب الماتش بنتيجة 2-1، ومش كسبه بس، ده كسب ولعب اداء عالي وكان مسيطر على منتخب بلجيكا. وصلاح اللي كان عامل اداء خرافي هو وكل اللعيبة، وبالذات اكرم توفيق. فعلا شابوه منتخب مصر على الاداء اللي قدر يعمله. وطبعا صدمنا كلنا صدمة كويسة الحمد لله، مش صدمة وحشة. ومبروك لمنتخب مصر، واتمنى ان دي تكون بشرة خير وبشرة امل لمنتخب جديد ونسيب بقى دول وننتقل على الحدوتة الاكبر، وهو كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو من اول ما جه مانشستر يونايتد خالص، من زمان، نرجع زمان بقى اول ما جه، كان تريق عليه وتنمر عليه وغلاسة وغتاتة وحقود من اللعيبة وحاجات كتير. فكرة واحد صغير اخد رقم 7، السير أليكس بيحبه وبيعمل احسن مننا، جاب بطولات واخد البالون دور ومشى، ودول بقالهم في النادي سنين. فكان في بعض اللعيبه بيشد معاهم خلافات معاهم مش عارف ايه. طبعا انت واحد لسه جاي صغير، عملت صنفت انت اسطوره في كام سنه واخدت البالون دور ومشيت، واحنا اللي بقالنا سنين ما بنعملش كده. فكان في الاول طبعا كانت اللعيبه كلها بتغلس عليه، بعد كده بقى الاوضاع والعلاقات بدات تتحسن بينهم، لكن كان لسه في حقود بينهم وبين بعض وتريقه كتير عليه. الراجل راح عمل انجازات وبطولات وتاريخ كريستيانو رونالدو، والنادي وقع عادي جدا. بعد كده جه السنه اللي فاتت اعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع كريستيانو رونالدو. التعاقد ده بيزنس بحت، والتعاقد ده تم عشان خاطر بيزنس، مش عشان خاطر ده لعيب محتاجه في الفرقه. كريستيانو اصلا كان رايح السيتي، وكلنا عارفين ان هو كان رايح السيتي. حد قال لي كريستيانو لو رحت السيتي هتخسر جماهير يونايتد، فكانت خلاص صفقة هتتم لولا ان جوارديولا قال
مش عايز كريستيانو رونالدو، فالصفقة فشلت، فاضطر يشوف نادي تاني. عن الناحية التانية بقى النادي، حد كلمهم وقال لهم كريستيانو لو راح السيتي اولا هتفقدوا جماهيركم من الناس الباقية اللي لسه بتشجع مانشستر يونايتد. تاني حاجة، الجيل الصغير والشباب الصغير لما يطلع هيشجع السيتي، مش هيشجع مانشستر، مش هيشجع يونايتد، ما الاتنين في مانشستر، ايه زي كده، هيشجع مانشستر سيتي مش مانشستر يونايتد. لان مين اخر فترة هو اللي بيكسب، هو اجمد فريق السيتي. مين المسيطر على الديربي والماتشات؟ السيتي. فهشجع يونايتد ليه؟ ده ممكن اي حد صغير يطلع يقول كده. فهيفقدوا مكانتهم في انجلترا ومكانتهم في مدينة مانشستر، هم الاصل، يونايتد هم الاصل. فهم كانوا حاسين لا احنا الاصل، وهم دول اللي جم علينا، او هم دول اللي لما الامارات اشتريتهم بقوا معاهم فلوس، وهم بس بقالهم اخر 10 سنين بيعملوا بطولات، وهم يونايتد شايفه كده، شايفين ان هم بقالهم سنين انجازات وبطولات وتاريخ، فما ينفعش تاريخهم يقع كده. فقرروا يجيبوا كريستيانو عشان الانظار تتجه لمانشستر والجماهير تتجه لمانشستر عشان خاطر كريستيانو رونالدو. وهو قال اختم هناك، افنش هناك وسط الجماهير والدنيا وابقى النجم وابقى كده خلاص. فكل واحد كان بيفكر في مصلحته الشخصية وبيزنس بحت. انا مش جايبك عشان انت لعيب مهم وانا عايزك في الفريق، وانت مش جاي واللعيب مش جاي عشان خاطر هو عايز يأدي في الفريق ويكسب بطولات، بالعكس. لحد هنا الدنيا تمام، وكريستيانو السنة اللي فاتت أدى أداء خرافي وكان نجم الفريق وي 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 وي. جينا السنة دي خلافات بين كريستيانو وتنهاج. ليه؟ تنهاج مش عايز كريستيانو، أو بمعنى أصح قالها بطريقة غير مباشرة كريستيانو مش مناسب طريقتي، أو بمعنى أصح محتاج كريستيانو بس مش دلوقتي، بعدين. فكريستيانو اتضايق ومشى. طبعا ما جاش البري سيزون وقعد اول كام ماتش ما بيجيش. بعد كده جه ابتدى يتدرب وهو مخنوق وهو مش مبسوط، وهنا يرخم وهنا يرخم وحوارات وكلام ومش عارف ايه. بعد كده كريستيانو اتخانق وقال لك عايز امشي، مشوني. النادي يسكت، لا مش هتمشي. ليه كده؟ وفضل قاعد والنادي مش راضي يمشي، غير ان هو ما جالوش عروض. بس من الاول اصلا النادي كان رافض فكره العروض، وطلع النادي قال كريستيانو قاعد معانا مش ماشي، وهو الراجل عايز يمشي. وتنهاك طلع قال لا انا عايزه ومش عايزه والكلام ده، وخليه وهلعبه ومش عارف ايه وكده. خليناه وعملناه وما بيلعبش. رونالدو اتضايق اكتر ومشاكل اتكترت اكتر، لحد ما طلع في المؤتمر اللقاء الصحفي اللي عمله، الانترفيو اللي عمله بمعنى صح، وطلع كل اللي جواه. هزق تنهاج، هزق مانشستر يونايتد، هزق لعيبه مانشستر يونايتد، هزق كل حد في مانشستر يونايتد وفي مدينه مانشستر. اي حد له علاقه بالنادي هزقه. قال لك النادي قديم، نفس ما كنت بروح زمان، اداره مش عارفه تفكر، مدرب ما بيحترمنيش فمش بحترمه، اللعيبه مستوياتها مش حلوه، مش عارف ايه. والموضوع ابتدى يوسع اكبر وياخد حجم اكبر بكتير. انت هزقت المدرب بتاعك واللعيبتك اللي انت بتتدرب معاهم وبتقعد معاهم والاداره، انت هزقت النادي كله. كان سلوك غير لائق من كريستيانو رونالدو وكان لازم يتعاقب عليه. وتنهاج قال مش عايزه، وعلى طول النادي حوله للتحقيق وفرض غرامه 1,000,000 جنيه استرليني. الحته بقى اللي ما عجبتنيش من النادي ان هما شالوا صورته من على الجدار بتاع الملعب من بره، بيتحط صور اللعيبه، شالوا صورته، بقت الصوره متقطعه. ايا كان وايا كان هو عمل وايا كان سوى وكذا وكذا وكذا، مش هتقدر تنكر ان كريستيانو اسطورتك. مش هتقدر تنكر ان كريستيانو عمل حاجات كتير حلوة في النادي، والسنة اللي فاتت لولا انت ما كنتش جيت، انت كنت هبطت الدرجة التانية.
عن جانب الناحية التانية كريستيانو، ان مفيش نادي بيقف على حد. انت اسطورة ولازم تتعامل معاملة مختلفة عن باقي اللعيبة ككاريرك واحتراما ليك مش اكتر. لكن انت كنت ممكن تقول الجملتين دول جوه، تقول مثلا لتنهاج والله انت بتعاملني وحش فانا متضايق منك، او تشتكي للاداره تقول لهم تنهاج بيعاملني وحش فانا متضايق منه. اه مثلا تشتكي الاداره اللي هي بقى مش، كنت ممكن تقول الكلام ده جوه، تطلع تقوله وتقول تنهاج بيعاملني وحش فانا بع... مش بحترمه او هعامله وحش، ما انت بتردها له. وواحد ضربك فهتقول له طب هردها لك. يعني الموضوع كان بوخ قوي قوي، والموضوع خلاص انتهى، وصل لطريق مسدود. خلاص كريستيانو مش هينفع يكمل في مانشستر يونايتد. انا واحد بحب كريستيانو رونالدو حب كبير جدا، وبشجع مانشستر يونايتد وبحبهم حب كبير جدا، بس كواحد بشجع النادي او كواحد عادي شايف احوال النادي الفترة الاخيرة وبختار ايه الاحسن للنادي، ان كريستيانو يمشي. طريقته غير مناسبة للنادي، ومع بعد الحركة اللي عملها مع يعني الموضوع بقى صعب ان انت تكمل في النادي، وفي جماهير كتير قوي قلبت عليه سواء من مانشستر او من انحاء العالم كلها. فالموضوع قفل مع كريستيانو، وفي كلام ان ممكن يروح بايرن ميونخ. في ناس ممكن كان في كلام ان في مسؤولين من بايرن ميونخ جم انجلترا عشان يتعاقدوا مع كريستيانو. مش عارف هيروح بايرن ميونخ ولا لا، ان هو في الاول اوليفر كان قال لك لا ومش هيجي ومش عارف ايه الكلام ده. لكن كريستيانو مسيرته انتهت مع مانشستر يونايتد، ولو زود اكتر من كده هينهي تاريخه. كل تاريخه وكل ذكرياته الحلوه اللي عملها في مانشستر يونايتد الناس هتنساها. فالموضوع للاسف وصل انتهى بطريقه سيئه ومأساويه جدا بين كريستيانو واداره مانشستر يونايتد وتنهاج. ف مش عارف كريستيانو في دماغه ايه. المفروض يبقى في دماغه كاس العالم. خلاص كاس العالم كمان كام يوم، لازم تركز مع منتخب البرتغال. الناس بترشح ميسي يكسب البطولة وانت محدش في البرتغال. يا عم اقعد، ما ينفعش يا كريستيانو. هنشوف كريستيانو فكره هيوديه لفين وممكن ايه التاني اللي يحصل. تشوف طبعا البرتغال هتعمل ايه في كاس العالم، الموضوع ده هيفرق جدا جدا معاه. وندخل على الموضوع الاهم بقى، وده الموضوع بقى الحلو. فكنا بقى من موضوع الحاجات الكئيبة اللي كنا بنتكلم عليها وكريستيانو والكلام ده، ونتكلم عن قطر واستعدادات قطر والاستادات. قبل ما نقول طبعا الاستادات اللي هتستضيف استادات كاس العالم اللي هتستضيف المباريات، قطر عامله شغل في الاستادات والدولة عامة شغل كبير جدا. قطر من 12 سنة طبعا تم اعلان ان قطر تستضيف البطولة في سنة 2010، واحنا في 2022. 12 سنة قطر بتجهز للبطولة، 12 سنة قطر بتبني ملاعب، مدن، فنادق، مباني، بتبني، بتظبط الدولة وبتبني حاجات كتير في الدولة، بتعمل مشروعات عشان خاطر كأس العالم. قطر صرفت حوالي 220 مليار دولار. قطر صرفت 220 مليار دولار عشان تجهز لكأس العالم، سواء استادات، سواء مدن، سواء فنادق، سواء مباني. بنت حاجات كتير جدا. في مدن بنوها ردموا البحر عشان يبنوها، في استادات عملوها في المينا، في استاد عاملينه من الكناتر، كناتر جايبينها وحاطينها طبعا، يعني هي اساس الاستاد مع قطع حديد والنجيله والمدرجات والكلام ده، وعملوا استاد. المفروض ان الاستاد ده بعد كاس العالم هيتفك وهيودوه الاوروجواي. طبعا اوتيلات وحاجات كتير قطر عاملاها، المباني الضخمه اللي قطر عاملاها، الشوارع الكتير اللي قطر عاملاها. قطر صرفت كتير جدا عشان تستضيف البطوله دي، وقطر هدفها من 12 سنه انها تعمل بطوله تبقى يعني تبقى بطوله كاس العالم دي احسن بطوله في التاريخ، بطوله العالم كله يتكلم عليها، بطوله تكون
احسن بطولة من التنظيم ومن الاجواء ومن كل حاجة. تخيل من 12 سنة، يعني كان في كاس عالم 2010 وكاس عالم 2014 و18 و22، كان لسه في كذا كاس عالم شغال، او في كان لسه 2010 معرفش كان وقتها خلص ولا لسه، وفي 2014 وفي 2018 كانوا بيخططوا ان هم رغم ان في نسختين قبلهم ان هم يعملوا افضل نسخة. وهم اكتر دولة صرفت في تاريخ كاس العالم، مفيش دولة عدت المبلغ ده. تقريبا روسيا كانت صارفة 18 مليار ولا حاجة، قطر 220 مليار، غير الحاجات اللي في استادات. يعني الاستاد طبعا مكيف، الاستادات مش كبيرة قوي، لكن الفكرة بقى الحاجات اللي جوه الاستاد، الكراسي عاملين كراسي بانواع كتير، كراسي تناسب سواء ده مريض مش عارف ايه تعبان، كراسي للاطفال، كراسي للكبار السن، عاملين كراسي مختلف الفئات، عاملين جوه زي اماكن لو انت مثلا معاك طفل صغير دوشه مضايقاه او كده، ممكن تقعده في اوضه جوه هاديه بتعزل الصوت تماما، فيها العاب، والعاب مش العاب سلميه، مش العاب ممكن تاذي الطفل او الشخص اللي هيقعد يلعب جوه. عاملين مطعم كبير جدا، عاملين غرف تغيير الملابس كبيره جدا، عاملين جوه غرف تغيير الملابس زي اوضه فيها نجيله، واوضه واسعه ممكن تسخن فيها، تتدرب فيها، تعمل تكتيك سري لو انت عايز تعمل حاجه مش عايز تعملها بره، اعملها جوه. لعيبه عايزه تشتغل على حركه جوه يشتغل. عاملين طبعا الجاكوزي والحمامات والدش والكلام ده كله. ونبتدي بالاستادات طبعا اللي هيستضيف كاس العالم. والاستاد الاول وهو استاد البيت، طبعا استاد ده كبير جدا سواء من بره او من جوه، حتى الباركينج بتاعه والطريق بتاعه كبير جدا. المفروض ان الاستادات يعني يبقى فيه شاشات زي شاشات لو في ناس ملحقتش تدخل الاستاد او معاش تذاكر تتفرج من بره. استاد البيت اللي سعته بتتسع ل60,000 مشجع، ده هيستضيف المباراة الافتتاحية اللي هي قطر والاكوادور يوم الاحد، ومباراة البطولة كلها لحد دور النص النهائي، يعني من اول مباراة لحد نص النهائي. بعد كده الاستاد اللي بعده هو استاد احمد بن علي، وده اللي ساعته بتتسع ل40,000 مشجع، ده هيستضيف مباريات دور المجموعات ودور ال16. دور المجموعات ودور ال16 هيستضيفوا. استاد الجنوب، واستاد ده شكله من بره جميل جدا جدا جدا، يعني تحفة فنية. طبعا الصورة قدامكم انتوا شايفينها، ده بيتسع ل40,000 مشجع. المباراة اللي هيستضيفها هي مباراة دور المجموعات ودور ال16. بعدها استاد خليفة الدولي برضه 40,000 متفرج، دور المجموعات ودور ال16 ودور تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم. بعد كده الاستاد اللي بعده هو استاد المدينة التعليمية، سعته هتبقى 40,000، هيستضيف برضه دور المجموعات ودور ال16 ودور ربع النهائي. بعد كده الاستاد اللي لعب فيه الزمالك والهلال وكان تجربة للاستاد وهو استاد لوسيل اللي بيتسع ل 80,000 متفرج، ده هيستضيف دور المجموعات ودور ال16، بيستضيف البطولة كلها من دور المجموعات لحد المباراة النهائية. والاستاد الأخير هو الاستاد 974 أو 974، ده اللي مكون من الكناتر، طبعا الكناتر شايفينها بره، وده هيتفك وهيروح الأوروجواي، ده 40,000 متفرج، وده طبعا بيطل على البحر على طول. ساعته لدور المباراة اللي هيستضيفها دور مجموعات ودور ال16. والاستاد الأخير وهو استاد الثمامة، ساعته 40,000 مشجع. المباراة اللي هيستضيفها دور المجموعات دور ال16 ودور ربع النهائي. حوالي 8 استادات هيستضيفوا بطولة كأس العالم. طبعا نتمنى ان يكون كأس العالم ده كأس عالم من احلى واقوى كأس العالم اللي ممكن نشوفه في التاريخ، وقطر تعمل حاجة كبيرة وحاجة تشرفنا وتشرف العرب كله. وطبعا في الاخر ما كانش ينفع نختم الحلقة الا بتوقع بطولة كأس العالم من موقع فيفا الرسمي. طبعا هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن، ده موقع الفيفا، نكتب فيفا براكت تشالنج وبتقدر تتوقع بطولة دور المجموعات
ودور ال16 توقع البطولة كلها. نبتدي بالمجموعة الأولى، وقطر والسنغال والإكوادور وهولندا. وهنأهل هولندا في المركز الأول، والمركز التاني هنأهل منتخب السنغال وقطر والإكوادور في الثالث والرابع. المجموعة اللي بعدها إيران، أمريكا، إنجلترا، ويلز. طبعا إنجلترا في المركز الأول، والمركز التاني هنحط أمريكا، والتالت ويلز، بعد كده إيران. المجموعة سي فيها السعودية والمكسيك وأرجنتين وبولندا. طبعا أرجنتين في المركز الأول، والمركز التاني المكسيك والسعودية الرابع وبولندا تالت. المجموعة اللي بعدها تونس، الدنمارك، فرنسا، أستراليا. وحاسس إن الدنمارك هتاخد مركز أول متأهل على حساب فرنسا. فرنسا في المركز التاني، وتونس تالت، واستراليا الرابع. كده المجموعة اللي بعدها اليابان، كوستاريكا، ألمانيا، اسبانيا. طبعا مفيش كلام، هنأهل اسبانيا الاول وامريكا والمانيا التاني، وبعد كده اليابان تالت وكوستاريكا الرابع. المجموعة اللي بعدها المغرب وكندا وبلجيكا وكرواتيا. وطبعا بلجيكا في المركز الاول. السؤال بقى هنا المركز التاني نحط المغرب، كندا، كرواتيا. موضوع صعب، نختار مين فيهم. كندا، امريكا، كندا، المغرب، كرواتيا. قلبي بيقول لي المغرب، ولا كندا اللي بقالها سنين متأهلتش، ولا كرواتيا ولوكا مودريتش. موضوع صعب، لكن بعد تفكير عميق هأهل المغرب في المركز التاني، ويكون أول منتخب عربي يتأهل إلى دور ال16، وكرواتيا التالت وكندا الرابع. المجموعة اللي بعدها طبعا مفيش كلام، يعني البرازيل وسويسرا أول وتاني. والمجموعة الأخيرة وهي البرتغال أول، أوروجواي تاني، وكوريا تالت وغانا رابع. بعد كده ندخل على دور ال16، والماتش الأول بين هولندا وأمريكا. طبعا هولندا تكسب، مستني أمريكا تكسب يعني. والماتش التاني وهو بين الأرجنتين وفرنسا، والماتش اللي هيكون موحوح. ميسي عايز يكمل حلم كأس العالم وعايز ينتقم وياخد بطاره، وبنزيما اللي عايز يحقق حلمه اللي بقاله كتير محققهوش، هو فوز بكأس العالم عشان يكون كده عمل كل حاجة هو عايزها. موضوع صعب، ميسي ولا بنزيما. لكن في النهاية ليونيل ميسي يستطيع ويتأهل إلى دور ال16 عشان يقابل هولندا. بعد كده الماتش اللي بعده المغرب واسبانيا، يعني اتنين جيران صحاب بيلعبوا مع بعض. طبعا اسبانيا هتكسب والمغرب تقف لغايه هنا. برازيل واوروجواي مباراه امريكا اللاتينيه، لكن البرازيل تتاهل. انجلترا والسنغال، انجلترا تتاهل لكن بصعوبه. كده المكسيك والدنمارك، وعشان المكسيك تفضل في لعنه دور ال16 اللي مش هتخرج منها، والدنمارك تكمل وتتاهل الى الدور ربع النهائي. بعد كده بلجيكا والمانيا، ويعني زغللة اعلام مفيش احلى من كده. لكن ألمانيا تتأهل وتكمل، وبلجيكا تقف لغاية هنا. والمباراة الأخيرة بين البرتغال وسويسرا، وكريستيانو بيكمل حلمه ويتأهل إلى دور ربع النهائي. عشان كده أول مباراتنا في دور ربع النهائي هتكون بين هولندا والأرجنتين، والأرجنتين تفوز على هولندا. بعد كده اسبانيا والبرازيل، والبرازيل تتأهل وتكمل، رغم ان هيكون ماتش صعب وانريكي هيلعب فيه تكتيك عالي. بعد كده الدنمارك وانجلترا، وماتش هيكون رخم وإعادة للسيمي فاينال اليورو، لكن انجلترا تقف، الدنمارك تقف وانجلترا تكمل وتأهل. بعد كده البرتغال وألمانيا، والماتش صعب جدا بصراحة. العاطفة تقول برتغال، وانا بحب العاطفة، فهأهل البرتغال الى دور نصف النهائي عشان حلم كريستيانو يقرب اكتر ويوصل للسيمي الفاينال. بعد كده اول ماتش في السيمي فاينال بين ارجنتين والبرازيل، وماتش صعب جدا، اعادة لنهائي كوبا امريكا. ميسي يكسب ولا نيمار؟ لكن في الاخر راقصي السامبا يفوزوا ويتأهلوا الى النهائي كأس العالم. بعد كده انجلترا والبرتغال، وماتش صعب جدا، لكن خلينا واقعيين، كريستيانو يقف لغاية هنا، وانجلترا تتأهل للنهائي عشان تحاول تحقق حلمها. لكن في النهاية برازيلي واسمر ورقصوا سامبا، والبرازيل تتوج ببطولة كأس العالم. دي كانت توقعاتي، كل واحد يعمل توقعاته ويشوف في الآخر بعد البطولة هل التوقعات اللي احنا عملناها دي كانت صح ولا غلط. ففي الختام، سلام.